هل ممكن عالم مصري يوصل لمرحله تخلي اجهزه استخبارات عالميه تحطه تحت المراقبه؟ هل ممكن علمه يكون السبب في نهايته؟ وازاي جريمه حصلت في فندق في باريس تبقى وراها واحده من اعقد العمليات في الشرق الاوسط؟ النهارده هنحكي لكم القصه الغامضه للدكتور يحيى المشد، العالم المصري اللي كان علمه سلاح، وسلاحه هو اللي خلى نهايته تكون لغز لحد النهارده. بس قبل ما نبدا شوف الفيديو ده علشان اقرب لك الاحداث. بدأ الحلم. شاب مصري عنده شغف بالعلم، حلم يشوف مصر قوة نووية. سافر، اتعلم، ورجع يخدم بلده. الدكتور يحيى المشد، اسم كتب أول فصول الحكاية. كان هو العقل المدبر للبرنامج النووي، الراجل اللي ماسك مفاتيح السر النووي. رفض شحنات، وقف قدام مخالفات، وموقفه خلى إسرائيل تقلق جدا. في أوضة رقم 941 تحقيقات اتقفلت، بس السر لسه عايش. راح يحيى المشد وفضل اسمه شاهد على ان العلم ممكن يبقى اخطر من السلاح. دكتور يحيى مصطفى توفيق المشد، واحد من اهم علماء مصر في مجال الطاقه النوويه. اتولد سنه 1932 في بنها، واتخرج من كليه الهندسه جامعه الاسكندريه سنه 1952. وبعد كده سافر الاتحاد السوفيتي وخد الدكتوراه في هندسه المفاعلات النوويه، ورجع مصر سنه 1963 وعينه الرئيس جمال عبد الناصر في هيئه الطاقه الذريه. ورغم ان البرنامج النووي المصري اتجمد بعد نكسه 1967، الدكتور المشد كمل شغله كاستاذ في كليه الهندسه جامعه القاهره. في نص السبعينيات بعد ما صدام حسين وقع اتفاقيه تعاون نووي مع فرنسا، طلب من الدكتور المشد ينضم للبرنامج النووي العراقي. هناك اشرف على واردات المواد النوويه، وكان مشهور بدقته ورفضه لاي مخالفه، لدرجه انه رفض شحنه يورانيوم فرنسيه لانها مش مطابقه للمواصفات. وجوده في المكان ده كان مقلق لاسرائيل، خصوصا مع دوره الكبير في تطوير قدرات العراق. وفي يونيو 1980 وهو في فندق ميريديان في باريس، لقيته الناس ميت في غرفته رقم 941 في ظروف غامضه جدا. التحقيقات ما وضحتش حاجه، لكن اصابع الاتهام كانت متوجهه بشكل غير رسمي لجهات خارجيه، واللي يعتقد انها ورا الواقعه بسبب حساسيه الملف اللي كان شغال عليه. وبعد اقل من سنه تم ضرب مفاعل تموز في العراق في عمليه جويه. الصحف الاسرائيليه وقتها قالت ان العراق هيواجه صعوبه في استكمال مشروعه بعد غياب العالم المصري، وفي وثائقيات لاحقه اتاكد ان وجوده على راس المشروع كان مصدر قلق مستمر. ربنا يرحم الدكتور يحيى المشد، العالم الشريف اللي دفع ثمن علمه ولاء الوطن. لو عجبتك القصه ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، لان ده اكبر دعم لينا، واستنونا في القصه اللي جايه. سلام.